احمد جلال شخص مهمل جدا، مش مهتم باي حد حواليه. اكتر حاجه مهمه بالنسبه له هو نفسه، لدرجه ان لما امه طلبت منه دواء يجيبه معاه وهو راجع من الشغل ما انتبهش حتى هي بتقول ايه، وما عندوش مشكله ابوه وامه يروحوا للدكتور مواصلات علشان مش عايزهم ياخدوا العربيه بتاعته اللي ابوه لسه بيدفع في اقساطها، غير انه واخد العربيه بتاعت ابوه اصلا اللي راح بيها الشغل. لكن عادي، مش مهم، احمد فرحه بكره ومش عايزين اي حاجه تعكنن عليه. بس عادي هو يعكنن على الناس، زي انه يرفض 5 موظفين بعقود ويحط بدلهم 5 متدربين يعملوا كل الشغل بدون مقابل. وهو مروح من الشغل لقى واحد مرمي قدامه، تقريبا حد خبطه وجري. هو كان عايز يعمل كده ويهرب هو كمان، لكن ملحقش يعمل كده، والناس اجبرته يوديه المستشفى. وفي المستشفى مرضيش يمضي ومش همه يموت ولا لا، والراجل مات بالفعل وعربيته اتكلبشت، فاضطر يرجع بتاكسي. واحمد حكم على سواق التاكسي من الوهله الاولى انه كذاب وهيحكي شويه مقاسي مش حقيقيه عشان ما يفصلش في الاجره، زي ما حكم على صاحبه انه عزمه عشان يكلمه عن البنت اللي بيحبها ويفكر يكلم اهلها. ولما رجع البيت لقى ابوه تعبان، فاستغرب، مش عشان هو تعبان، عشان ما ينفعش يتعب دلوقتي عشان الفرح وكده. ده حتى ما فكرش يسأل هو في ايه. وجه ميعاد الفرح، والليله ليله هنا وسرور، ومفيش حاجه هتقدر تمنعها الا الموت. احمد بيموت ليلة فرحه، بيصحى من النوم على انه كان كابوس، ولكن نفس الاحداث بتتكرر تاني واليوم بيبدأ من جديد. ولكن هو بيحاول يغير ولو شيء بسيط، زي انه ينزل بلبس مختلف ويستنى الراجل بتاع الحادثة ويكتب نمرة العربية، لكن ما بيعرفش لما السواق بيهدده، وبيتهموه برضه ان هو اللي خابطه برغم ان المسافة بينه وبين الراجل 30 متر ولا حاجة. انا شايفك وانت بتخبطه ونطرته لحد هناك ليه وانا خبطه بالشلوت. في المستشفى بيعرف انه بيموت برضه، ونفس سواق التاكسي ونفس الصعبانيات بتاعته. ولما بيرجع البيت بيلاقي ابوه تعبان، ونفس حالة اللامبالاة عند احمد بالظبط. وبيعرف ان امه بتاخد ترامادول وانها مدمنة، وبيروح الفرح وبيموت برضه. وبيصحى تاني، والمرة دي ناقم على الكل، وبيعرف ان ابوه خد الفلوس من خزنة الشغل بتاعته، يعني حرامي. فبيقرر ما يروحش الفرح وبيهرب، واول ما الساعة تيجي 12 العربية انفجرت ومات برضه. المرة الرابعة صاحبه بيديله فكرة انه يغير في الواقع، يمكن الدنيا تمشي. ولكن اللي ما يعرفوش فعلا ان الواقع المكتوب ممكن يتغير فعلا، لان الاقدار دي اقدار صغيرة، زي انك وانت ماشي في الشارع مثلا كان مقدر ومكتوب انك تخبطك عربية وتعمل حادثة، والاقدار الصغيرة دي بتتغير بالدعاء وما عملتش الحادثة. لكن في اقدار كبيرة زي الموت، دي مش بتتغير مهما حصل. هل ممكن يقف الصراع الأبدي بين الموت والحياة، واللي دايما بينتصر فيه الموت؟ هل بنخاف من الموت لأننا بنخاف المجهول، أم لأننا مش مستعدين لما بعد الموت؟ في فيلم ذا سيفنث سيل المخرج العظيم إنجمار بيرجمان بيطرح فكرته الأساسية للوصول للختم السابع، واللي ليه معنى ديني لوقت الحساب، واللي بيحكي عن محارب صليبي راجع لقريته بعد تفشي مرض الطاعون فيها، بيقابل الموت متجسد في شخص غامض ومخيف جاي عشان يقبض روحه. المحارب بيعرض عليه انه يلعب معاه الشطرنج، ولو قدر يفوز الموت يبعد عنه للأبد. وبتبدأ رحلة المحارب الصليبي رحلة لاكتشاف إيمانه. المحارب بيروح يعترف في إحدى الكنائس، وبيبدأ في طرح أسئلة وجودية، أسئلة بتمر بخاطر العقول اللي بتفقد الإيمان وبيبحثوا على معناه. المحارب بيعترف للقس بكل اللي جواه عشان يستريح من عناء خطايا تفكيره، ولكن هل استريح فعلا لما عرف حقيقة القس؟ استخدم المخرج رمزية رائعة، وده وضح تأثره الشديد بفن الرسم في لعبة الشطرنج في تجسيد للوحة ديس بلاينج تشيس أو الموت بيلعب الشطرنج، الموجودة في إحدى الكنائس الكاثوليكية بالسويد، في إشارة قوية لسعي البشر للخلود والفرار من الموت اللي هيدركنا كلنا حتى ولو كنا في بروج مشيدة. فالموت بيحتاج لاستئذان؟ الموت بيدخل اللعبة وهو عارف انه هيفوز لا محالة، وبتستمر لعبة الشطرنج لحد ما نوصل لمشهد النهاية، مشهد غاية في الرغبة والخوف والسواد والإبداع، مشهد رقصة الموت مع أبطال الفيلم في تجسيد بديع للوحة رقصة الموت، وفيها بيظهر الأشخاص من طبقات مختلفة بيرقصوا مع الموت اللي ما بيفرقش بين غني وفقير وملك ومسكين وطفل أو رجل دين. فيلم عبارة عن رحلة طويلة لفهم معنى الحياة الحقيقي والإيمان بالله، وإزاي نستعد للموت بتطهير نفسنا علشان نكون أهل لمقابلة ربنا سبحانه وتعالى. المهم أحمد بيموت برضه، ومرة الخامسة أحمد عرف إن البنت اللي كريم عايز يكلمها عنه تبقى أخته. أحمد ثار على الكل، واجههم بحقيقتهم من وجهة نظره هو، وعجن الدنيا على الآخر، وبيموت برضه، لكن المرة دي على إيد صاحبه كريم. وفي المرة اللي بعدها أحمد عايز يردها له وما بيعرفش، وهو اللي بيموت برضه. كل محاولات أحمد لتغيير النهاية بتفشل، لدرجة إنه قرر يسيب البلد كلها يمكن ما يموتش. بيفكرني بحكاية الراجل اللي ظهر له ملاك الموت في بغداد، فترعب وجري على سيدنا سليمان وطلب منه يأمر الريح تنقله توديه للهند بلمح البصر علشان يهرب من ملاك الموت.
سيدنا سليمان حذره إن محدش يقدر يهرب من قدره، لكن الراجل ألح على سيدنا سليمان فأمر الريح تشيله وتنقله للهند. سيدنا سليمان سأل ملاك الموت عن سر ظهوره للراجل في بغداد. جابه وقال: أنا لما شفت الراجل في بغداد استغربت، وأنا المفروض بعد ثواني أقبض روحه في الهند. أحمد وصل لحقائق غايبة عنه، زي إن الراجل اللي كان فاكره حرامي ما طلعش هو الحرامي، بل إنه كان بيساعد الست يرجع لها شنطتها، وإن رمضان السواق ما بيكدبش في كل كلمة قالها، وإن أبوه مش حرامي، هو بس خد فلوس معاشه بدري قبل ميعادها علشان يساعده بيها، وحصل جرد والدنيا اتقلبت. وإن أمه مش مدمنة أصلا، وهي مريضة كانسر وبتسكن الألم بدل ما بتتعالج بالكيماوي وشعرها يقع. أحمد فاق أخيرا وقرر يبقى إيجابي بعد ما عرف الحقيقة، وبما النهاية حتمية فلازم يجي التغيير. المشكلة إن إحنا كلنا عارفين إن النهاية حتمية، ولكن مفيش تغيير. تفتكر مستني إيه؟ رسالة مثلا؟ أحمد رجع فلوس معاش والده عشان ما يسيبش الشغل، وقرب من أخته بشكل أفضل عن الأول، ومسك الحرامي وحلق شعره عشان يقنع أمه تتعالج وما تخافش لما يقع شعرها. ما هو عادي، هو حلقه في أهم ليلة في حياته. المرة دي أحمد بيموت، ودي آخر مرة، وبيقفل الفيلم على جملة: ما أعظم أن تكون غائبا حاضر، تكون حاضرا غائب. الأثر هو اللي بيفضل. مفيش حاجة هتهز بروحنا وتنقيها من الشوائب زي الموت. الموت هو الحاجة الوحيدة اللي هتورينا حقيقة نفسنا، ويعرفنا كم الذنوب والأخطاء اللي بنعملها كل يوم. يعني تخيل نفسك هتموت بكرة، هل انت مستعد؟ هل في حاجات كان مفروض تعملها وما عملتهاش او مكسل تعملها؟ الخوف من الموت طبيعي ومنطقي. الموت هو الحرمان، يعني تخيل خروجة بالليل مع اصحابك ملهاش وجود، ولا مكانك على الغدا مع عيلتك بقى فاضي او حد ملا مكانك. ولكن الشيء الملفت ان مفيش حاجة هتتغير، والحياة هتستمر عادي جدا، وكأن الموت كان ضيف خفيف خد واجبه ومشي. معرفة الموت او الخوف منه بتخليك تنفذ الحاجات اللي مطلوبة منك واللي اتوجدت عشانها، لما تعرف ان دي هي النهاية الحتمية، وان النهاية دي هي مجرد بداية الحياة أبدية. فخليك فاكر، كلنا هنموت.